السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر لوكا في فيديو جديد. النهارده بقى فيديو عن فيفا الكورية، هي ساوث كوريا عامة للناس اللي كانت بتقول لي اللي هي اليابانية أو صينية زي ما أنا ما قلت، بل هي بالعكس هي ساوث كوريا. ونبدأ الفيديو باك لنا ال دبليو 100 اوفر 123. طبعا الناس اللي أول مرة تشوف اللعبة دي هتعيش مغامرات صراحة. الفيديو الجاي اللي فات قلت لكم هقول لكم طريقة تنزيلها، طبعا نسيت أقول في الفيديو اللي فات فأقول لكم الفيديو ده. تعالوا بس نفتح الباك الفري دي وأقول لكم على طول الباك الفري اللي احنا لسه فاتحينها دي. تعالوا بقى نجمع بال100 كوينز او بال100 نقطه من حدث الايكون اللي احنا قلنا عليهم. نفتح باك هنا ديت بيقول لك ب100 وديت ب75 وديت ب100. انا بفضل نفتح دي، بيديك من 125 ل 130 واحنا عايزين لعيبه، فطبعا نفتح ونصلي على النبي. 125 ار بي، يعني اعتقد كسعر حلو برضو كاداء، ممكن نشوف طاقاته ونروح بقى نكمل الفيديو. وطريقه التنزيل بتاعه اللعبه، طبعا اللعيب ده مش بيتباع عشان كده زي ما شايفين، انما التانيين دولت اعتقد ان هم كانوا بيتباعوا في الباك ديت. طبعا طريقه التنزيل زي ما قلنا، طريقه التنزيل ان انت تخش على جوجل عادي كروم مثلا، هتكتب فيفا اليابانيه او فيفا الصينيه او فيفا الكوريه، غالبا هيطلع لك في كلا الثلاث كلمات. هيطلع لك موقع تاني، موقع غالبا هتدوس عليه وهتخش هتلاقي لينك تحميل. هتدوس على الملف الاي بي كي تحمله، بعدين تخش على الداونلود بتاعت الكروم عندك عادي، بعدين تدوس عليه وتنزله اوفلاين عادي جدا، وغالبا هينزل عندك هيتحمل، هيقول لك بقى ان هو حمله، بس انت تتبع الطرق والكلام اللي مكتوب عليها يعني واحده واحده. تعالوا بقى نكمل الفيديو دوت واوريكم بقى شويه لعيبه حلوه جدا 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 جدا، وهوريكم اللعبه عباره عن ايه، وهوريكم اللعيبه اللي بتتباع والكوينز، وازاي تشتري لعيبه. عايز مليار كوينز عشان تشتري لعيبه، طب ليه؟ وتعالوا بقى نشوف المقايضات اللي فتحناها اهي المقايضات. بس استنوا بس نكمل ايه، مش عارف البتاع الرخمه ديت اللي كل شويه تيجي. تعالوا بقى نفتح الاول الهدايا زي ما قلنا، نخش على الحدث دوت مثلا. انا تعبت بجد من المقايضات، حوار المقايضات البيض ده. المهم نخش على الحدث. احنا دخلنا على الحدث ده ودخلنا على ريترو ستار. تعالى بقى نخش على طول على الحدث دوت، اوريكم الهدايا واوريكم الخطه بتاعتي اللي حرفيا يعني ممكن توصل من اوفر 120 لاوفر 140 في يوم. طبعا عندك الباكات ديت ممكن تفتح هنا ب10 نقط، وهنا ب70 نقطه، مش عارف هنا من 100 ل 114، وهنا من 110 ل 114. يعني هل هنا ممكن نفتحها كذا مره ولا لا؟ يعني نجرب باك بس. الحظ يطلع لنا لعيب 102 ماشي. هل نفتح دي عادي ودي نفتحها تاني عادي؟ يعني دي ممكن نفتحها كذا مره، اعتقد يبقى الافضل ان احنا نفتحها كذا مره ونجرب حظنا. وتعالوا بقى اوريكم الباكات عباره عن ايه. وادي 100 سي ام، وادي بيلينجهام 114، ودي بروين اعتقد تلاقي لي دي بروين 114، وتلاقي لعيبه كتير. تعالوا بقى نشوف اللعيبه كتير، تلاقي لي محمد صلاح، تلاقي لي دي بروين. تعالوا اوريكم بقى الماركت واوريكم اللعيبه واللعبه. حرفيا اللعبه جامده جدا. دخلنا على برضو على المقايضات اللي ملهاش اي لازمه. مش عارف نفكنا من المقايضات دلوقتي، عامه حاسس ان هي ملهاش لازمه يعني. وادي طبعا لازم كل شويه يطلع لك الاوفرز ديت، لان هي دي اللي هي بتكون اوفرز بفلوس، فعشان كده اعتقد يعني كل شويه بتطلع. تعالوا بقى نصلي على النبي ونكمل الفيديو عشان اوريكم الماركت واوريكم اللعيبه. زي ما انتم شايفين خلت 140 سي ام، يعني مش بمليار، لا ده بتريليار. هنا اللعيبه حرفيا برقم ما يتعدش. تعالوا بقى اوريكم الاول اللعيبه اللي بعناها، وهو كان دي بروين وساكا، وادي كل دي لعيبه بعناها. بدري، هيونج مينسون 112 سي بي، 114 دي بروين سي ام. هتقولي دول اللي بعتهم، امال مين اللي في الخطه؟ تعالوا اوريك مين اللي في الخطه. بعت النسختين من سون، نسخه من ساكا الار دبليو، نسخه من ادر ميليتاو 110، نسخه من كل دول. طبعا جمعنا يعني. طبعا هنا في حاجة ايضا لازم معلومة وانبهكم عليها، هي ان اللي بيتخصم حوالي 40% ضرايب. 40% مش هزار يعني. زي ما شايفين هنا كانوا 605 اتخصم منهم 241، اتبقى 300 حاجة و60، 200 حاجة و40 ضرايب فقط لا غير. فالتجارة مش زي ما انت فاكر خالص في اللعبة دي خالص، المعايير مختلفة 180 درجة. طبعا احنا جبنا مليار و700 الف كوينز. تعالوا بقى نشوف اللعيبة واوريكم الاوفرات، وايه اللي بمليار وايه اللي ب2 مليار. تعالوا بقى نجيب كده مثلا متوسط لعيب مثلا اوفر 28 مثلا، اوفر قصدي 128، نشوف ايه اللي ممكن يحصل مثلا. او اوفر 129، نشوف اسعار اللعيبة ونشوف بقى اللعيبه واسعار اللعيبه قدامكم. يعني حرفيا زي ما انتم شايفين، بص
اللعيب دوت ب173 مليون كوينز، واللعيب ده ب18 مليون 17 مليون 18 مليون. انا معايا مليون واحد، يعني انا حرفيا معايا مليون واحد من 43 مليون سعر اللعيب وال38 مليار سعر اللعيب قصدي وال28 مليار. وادي زي ما شايفين 88 بيلينجهام 129 88. طب لو شفنا لعيب مثلا 121 هيبقى عامل كام اسعارهم؟ تعالوا نبص مع بعض ونبص على الخطة بقى ونشوف اللعبة ديت وهنعمل فيها ايه. طبعا هنا في لعيبة بمليار وعادي زي ما احنا شايفين، مليار 270 الف. اللعيبه اللي باوفر حاجه و20 او 100 حاجه و20. تعالوا بقى نبص على الخطه بتاعتنا ونبص. على فكره احنا معانا لعيبه كتير نباع ممكن للعلم عشان نكون عارفين، ونشوف احنا اوفر 116 والكيمستري 14. هنا في سكيل بوست، هنا في كيمستري، هنا في محمد صلاح، في لوكا مودريتش، في اللعيبه اللي انا بحبها. قلت اعمل خطه باللعيبه اللي انا بحبها ما اهتمش بالاوفر. حرفيا لو اهتميت بالاوفر تعالوا دلوقتي اوريكم الفرق بقى والجمال في اللعبه دي، ان انت لو اهتميت بالاوفر ممكن توصل اوفر 130 من غير صفقات اصلا. وفي سكيل بوست وفي حاجات كتير جدا بتساعدك زي ديت وزي السكيل بوست وزي حاجات تانية كتير هبوريها لكم. طبعا السكيل بوست احنا عارفينها وكانت من احسن الحاجات في لعبه فيفا قديما. طبعا دلوقتي كل الكلام ده اتغير. طبعا احنا 116 اهو زي ما قلنا. لو عايزين نلعب في الاوفر حرفيا بص ممكن نوصل الاوفر يعني 120 و134 كيمستري بدل 100 كام كيمستري. ال 120 دي انا هوريها لكم دلوقتي هخليها اوفر كام. يعني ال 120 دي دلوقتي انا هوريك ممكن اوصل اوفر كام معاك. من اوفر 114 زي ما كنت ممكن اوصل لحد اوفر حرفيا 100. من اوفر 114 ممكن اوصل اوفر 124 في يوم واحد. 10 اوفرات كل يوم ممكن تجيب 10 اوفرات، يعني مش كل يوم قوي صراحه بس ماشي. يعني دلوقتي السكيل بوست هنشوف السكيل بوست ايضا بتعلي الاوفر. احنا وصلنا 120. تعالوا بقى نشوف السكيل بوست ممكن تعلي الاوفر ولا لا. طبعا في حاجات كتير غريبه هنا هو عاملها. طبعا هو حاطط ال ام هنا وحاطط لعيبه كتير غبيه جدا. يعني ال ام ما ينفعش تحط هنا ده اولا خالص، وثانيا في سي ام بس ما في سي ام حلو ماشي. المهم ان هو يعني دي اللي احنا خليناه يعملها. حاطط الاس تي سي بي يا للغباء خالص. ار بي حط ار بي عادي. الاس تي لو حطه سي بي لازم نجيب مكانه سي بي. 116 اهوت. ويعني هنلعب في السكيل بوست بقينا 121. تعالوا اوريكم بقى السكيل بوست ممكن توصلنا لكام لوحدها. طبعا معانا السي دي ام اللي هو الايكون ال 114 جامد جدا جدا جدا. ممكن نلعب 4-3-3 سي دي ام، وادي كل شويه نفتح ليفل وكل شويه نفتح حاجات. حرفيا اللعبه دي اهم حاجه المتعه للناس اللي بتدور على المتعه. ما تقعدش بقى تقول لي انت اللعبه مش عارف معتمده ومش معتمده. اي نعم هي ساوث كوريا وكل السيرفرات بتاعتها في ساوث كوريا تقريبا، بس مش مشكله طالما انت عادي تلعبها وطالما انت مستمتع وطالما الهدايا حلوه وطالما اللعيبه حلوه ليه لا. على فكره فكرتني بالسكيل بوست بتاعت زمان، الكيمستري بتاعت زمان، حاجات كتير بجد بجد جامده جدا 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 جدا. يعني بجد الصراحه الحقيقه انا بحب المتعه. انا بلعب للمتعه ما بلعبش ما بلعبش كده وخلاص. يعني ما بلعبش لازم بقى يكون عالميه ولازم كل سنه ما اعرفش وبتاع. اي نعم ماشي العالميه، في ناس بتحب العالميه في ناس بتحب المتعه. احنا بنلعب الاتنين مع بعض وحرفيا بقينا 122. تعالوا بقى نشوف وادي حوار السكيل بوست اللي هو اصلا ممكن يعليك 5 اوفرات لوحده واحنا علينا 5 اوفرات بس بالخطه العبيطه كده اللي هو اصلا عملها لنا تلقائي. يعني حرفيا الموضوع هنا سهل او مش سهل. اي نعم اللعيبه غاليه جدا وفي حاجات صعبه جدا، بس في حوارات بتساعدك زي السكيل بوست وزي الحاجات اللي كانت قديمه في فيفا. طبعا برضو سعر فيفا دلوقتي اعتقد هنا اختلف، مش تحط السعر، ما ينفعش تحط السعر اللي انت عايزه برضو براحتك وما اعرفش وحاجات كده. بس يعني على قد ما في حاجات حلوه على قد ما في حاجات وحشه، واحنا زي ما قلنا في الاول وفي الاخر بنلعب للتسليه. تعالوا بقى نشوف ممكن نوصل لاوفر كام. بعد ما كنا اوفر 114 جبنا الاوفر 120 جبنا الاوفر 122. تعالوا ممكن نشوف احنا هنوصل لاوفر كام وهدايا وهقول لكم كل التفاصيل يوم عن يوم بننزل فيديو عن فيفا العاديه ويوم عن فيفا الكورية ساوث كوريا. يعني في ناس بتقول صينية في ناس بتقول يابانية بس هي ساوث كوريا عشان نكون عارفين. اعتقد ان الناس بتقول تغير الخطة او تغير اللغة بتاعت الموبايل او ما تغيرهاش. ما اعتقدش ان انت لو غيرت لغة الموبايل بتاعتك وخليتها لساوث كوريا حرفيا انت هتضيع نفسك وتضيع الموبايل بتاعك كله. فما تحاولش ان انت تعملها. العب على قدك، العب على قد ما انت فاهم. طبعا بقينا 123
وادي زي ما شايفين طبعا لازم نرجع السي ام هنا مكان السي ام، كده بقينا 142 سكيل بوست. طبعا الار دبليو دوت نشوف ار دبليو عندنا ولا ما عندناش، نشوف نظبط الخطه شويه بقى. عندنا 110، عندنا ميسي 106، يعني صلاح 110 اعتقد بس قليل جدا، ممكن نسيب دوت. اعتقد مثلا نشوف لو علينا السكيل بوست بتاعته هل هيديك في مركز غير مركزه ولا لا. تعالوا بقى نشوف، ونشوف السي ام دوت، ونشوف بقيه السكيل بوستات بتاعنا ممكن توصلنا لايه. طبعا فيفا الكورية حرفيا او الساوث كوريا دي لو قعدنا نعمل فيديو 30 دقيقة مش هنخلص مع بعض، وفي ناس بتزهق من الفيديو. بس حرفيا انا هنزل لكم يعني واحدة واحدة هعلمكم عليه فيها كل حاجة، وعلى فيديوهات متقطعة، يعني مش متقطعة، يعني بيوم بننزل فيفا العادية ويوم بننزل فيفا التانية زي ما قلنا الكورية. يعني هنمشيها حتى فيديو لحد ما نلعب كل حاجة مع بعض ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف السي ام. وادي ساول على فكره لعيبه غاليه جدا اللي معايا دي، يعني انا لو بعت كل الخطه دي، طبعا هي برضو لعيبه 120 وحلوه زي ما احنا شايفين. تعالوا اوريكم سعر ساول بكام. طبعا حوار السكيل بوست ده انا من اكتر الناس المشجعين ليه، واتمنى ان هو يرجع في فيفا حرفيا. ساول بنص مليار كوينز او بكام، ب 512 مليون كوينز، 6 صفار اعتقد. يعني الارقام هنا بتزاولني جامد جدا جدا. وحوار السكيل بوست، حوار السكيل بوست على فكرة حلو زي ما احنا شايفين. يعني هنا 142، هنا ماشي 142. تعالوا نشوف حوار بقى السكيل بوست، جامد حوار السكيل بوست. تعالوا نشوف اللعيب ده لو عليناه 3 اوفرات بس هو مش محطوط من السي ام، محطوط في السي اي ام، هل هيرجع هيعلي الاوفر بتاعه ولا لا في المركز بتاعه؟ مثلا لو عليناه 4 اوفرات هيعلي المركز بتاعه 3 اوفرات ولا ايه اللي هيحصل؟ طبعا دي الكوينز العادية غير الفلوس اللي احنا بنشتري بيها لعيبة اصلا. طبعا ما ادوش اعتقد اوفر. نشوف ده كمان، ونشوف لعيب يديك اوفرات في مركزه. يعني اعتقد ان اللعيبه دي مش هتدينا اوفرات في مركزها، فاعتقد ان احنا ممكن نبقى اوفر 24 124 حتى بطريقه تانية، يعني بطريقه غير ان احنا نجيب اللعيبه اللي مش في مركزها دي. 123. وادي عندنا سي ام ممكن نجيب السي اي ام هنا عامه. زي ما قلنا 113 وبيعلى، لا نجيب 113 ايكون نعليه شويه. احنا بقينا 122 بس الكيمستري بقت 145. تعالوا هو دوت مقفول له السكيل بوست، مفيش سكيل بوست ليه لسه. طب لو جبنا ماركس رويس هيجيب لنا كام سكيل بوست وهيجيب لنا كام؟ حرفيا اللعيبه بقى هنا ان انت بتحط كل اللعيبه اللي انت عايزها، لعيبه حرفيا زي ما انت ما عايز، كل اللعيبه اللي انت بتحبها ممكن تعملها سكيل بوست حرفيا. بص معايا نسخه ماركوس رويس 105، نسخه 108 بتعلى لحد 113. شوفوا عدينا كام ليفل مع بعض، كام اكس بي، كام اوفر بحوار السكيل بوست بس. فالموضوع اعتقد جامد جدا 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 للي بيلعب للتسليه عشان ما نتكلمش ما نقعدش على بعض. اهو بيقول لك هنا ممكن تحط مش عارف دكه او ايه. هنا بيقول لك ماشي اللعيبه مين اللي هيشوط ضربات الجزاء، مين اللي هيشوط فاولات، مين ماشي مش مشكله، نشوف سيب كده الكلام ده. دي ضربه الجزاء الاس تي اللي بيشوطها مش حوار. وبقينا 122 لسه زي ما احنا. لو جبنا ار دبليو يعني اعتقد كده احنا افضل حاجه للخطه. طب لو جبنا ار دبليو زي ما قلنا، لا اعتقد ان هو اقل جامد كاوفر. بقينا 121 والسكيل بوست قلت وكل حاجه عشان محمد صلاح. تعالوا نشوف لو ايه اللي هيحصل. يعني اعتقد ان انا مش عايز اطول عليكم الفيديو ده. اعتقد احنا شفنا شكل اللعيبه، شفنا ان الكوينز مختلفه، شفنا السكيل بوست، شفنا حرفيا يعني انا قلت لكم طريقه التنزيل، شفنا ان هي حرفيا اللعبه للتسليه، مش كل الناس تقول سيرفرات ومش سيرفرات والكلام ده. طبعا بقينا 122 بس. هنا لو رجعنا الاستاذ بتاعنا اللي كنا حاطينه في الار دبليو، طبعا في عندنا هنا صون رجله 5 و5 وتحفه. عندنا لعيبه كتير جامده جدا. عندنا هو اتحسب الاوفر ممكن نحط دوت. على فكره عندنا الحارس الياباني ده جامد جدا. عندنا 114 سي دي ام اللعيب دوت. ممكن نلعب 4-3-3 ديفندنج ونعدل الخطه ونحط السي دي ام 4-3-3 اتاك هنا، و4 4-4-2 4-3-3 هولدنج هيت ممكن نختارها ايضا.
وبدل ما نحط بدل ماركوس رويس نحط، وادي زي ما احنا شايفين بدل ماركوس رويس هنحط المدافع السي دي ام الجامد جدا اللي قلنا عليه ال114. في اكتر من حلول واكتر من لعيب واكتر من ناس بتحبها هتلاقيها موجودة في اللعبة. وادي متعلي 3 اوفرات لوحده، السكيل اهوت 122 و143 زي ما احنا شفنا. اعتقد دي الخطة الامثل. على فكرة ممكن برضو نبدل الحارس دوت بالحارس الايكون جامد جدا دوت. اعتقد ده 201 صد، التاني كان 194. ده في سكيل بوستات لسه. ده عللنا ايضا الاوفر شويه. طبعا معايا نسختين منه، هنروح نبيع نسخه وهنروح نبيع شويه لعيبه كتير جدا مع بعض. ومنتظرين بقى في فيديو جاي ان شاء الله شويه هدايا وشويه صفقات في نفس اللعبه، ونشوف مع بعض الصفقات عباره عن ايه وبتقعد قد ايه على ما تفتح. لازم تكسب كام ليفل يعني على ما تبدا تفتح كل الماركت وكل الاكستشينج المقايضات وكل حاجه. طبعا انا فتحت المقايضات عامه، واحنا زي ما شايفين كل يوم بناخد باك هديه. طبعا بقينا من 122 و144 سكيل بوست، كل ده وما عندناش ار دبليو لسه. كل ده ولسه بنكتشف اللعبه. كل ده على فكره حرفيا في ناس اوفر 140 وناس اوفر 150، في اوفرات اعلى من كده بكتير، في لعيبه اعلى من كده بكتير. تعالوا نشوف بس، هوريكم مفاجاه كده بس كده. الباك اليوميه بتاعه اللعبه دي، حرفيا الباك اليوميه يا عم اوعى، حرفيا الباك اليوميه بس بتاعه اللعبه دي ايه. طبعا بيقولك اهو ان انت ممكن تعمل خطه تانية والكلام ده. طبعا احنا هنا 123 و144. طبعا ممكن نخلي ال123 دي اكتف وعادي جدا زي ما احنا شايفين اهو اكتفناها. تعالوا بقى اوريكم حاجه اخيره. مثلا الباك الفري اقل حاجه في اللعبه ديت ان الباك الفري نفسها بتكون حلوه. الباك الفري نفسها في اللعبه ديت بتكون حلوه. يعني ايه الباك الفري بيكون حلوه؟ تعالوا اوريكم بس. مثلا نخش على الستور. احنا صراحه تعبنا من البتاع دي اللي هي كل شويه تيجي، ودي من عيوب اللعبه طبعا عشان نكون متفقين برضو. على قد ما فيه مميزات على قد ما فيه عيوب، بس طبعا العيوب موجوده في كل حته وفي اي حاجه عامه ماشي. وطبعا بتيجي في فيفا الاصليه، بتيجي في كل حاجه عشان الناس ايه. تعالوا بقى نشوف حوار ايه الباك الفري. اقل حاجه اليوميه بتاعتنا اللي هي بتديك اصلا لعيب من 100 ل 114، وفيها نفس اللعيبه البيلينجهام وبتاع زي ما خدنا زي ما شفنا. دي مش عارف كوفاتشيتش ولا تريتشيتش، حد كده في المنتخب الكرواتي. وايضا الباكات اللي هنا جامده جدا جدا جدا. يعني مجرد ما تلعب مهام واحده يوميه وتفتح دي اداك لعيب 113، مجرد ما تفتح دي هيديك لعيب 117 ار بي. كل دي ملايين، كل دي لعيبه، كل دي خطط. زي ما احنا شايفين ادالنا اللعيبه اللي بعناها بس كيفن دي بروين، محمد صلاح، طلع لنا كل اللعيبه دي. معانا ليونيل ميسي، معانا 117 ار بي باكات فري بالجمله. تعالوا بقى نشوف الباك دي ونختم بيها الفيديو. لعيب 120 سي ام بنص مليار كوينز، او لا ثانيه، ده 543 مليون كوينز، يعني حوالي نص مليار اكتر ماشي. يعني اعتقد الخطه او اللعبه حرفيا صراحه جامده جدا. تعالوا برضه اوريكم حاجه اخيره. كل 24 ساعه بتلعب بتاخد كهربا طبعا، وبتاخد حاجات تانية. تعالوا اوريكم الحاجات ديت هنا. كل 24 ساعه بتاخد مكافاه غير الكهربا، بتاخد لعيب من اوفر برضو من اوفر 100 لحد 114. تعالوا اوريكم الباك ديت، اعتقد مقفوله عشان خدتها اهيت بس ماشي. يعني اللعبه جامده جدا، باكاتها جامده جدا، كل حاجه فيها جامده جدا. يعني اعتقد ده كان فيديو النهارده فيه تفاصيل كتير جدا 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 عن اللعبه. بس يعني ما تنساش تسيب لايك عشان الفيديو يوصل لغيرك، وتعمل اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتستنى فيفا بقى، فيديوهات فيفا الاصليه اللي احنا اوفر 103 فيها عادي زي الطبيعيين، وبنلعب وبننزل فيديوهات يوميه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنساش تصلي على النبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم عمر لوكا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.